السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وأعزائي المشاهدين، أهلا بكم. جيلسون دالا بديل وسام أبو علي في النادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية. الأهلي بيقرر التخلي عن وسام أبو علي بنهاية كأس العالم للأندية، وذلك بسبب العروض القوية اللي وصلت للنادي الأهلي في مقابل الحصول على خدمات وسام أبو علي، وأبرز العروض من دول الخليج ودول أوروبا. وبتتردد أنباء إن سعر وسام أبو علي وصل لحد 10 مليون دولار، وده السبب الرئيسي اللي هيخلي النادي الأهلي يبيعه بعد انتهاء كأس العالم للأندية. والنادي الأهلي بيحاول يخلص في لاعب الوكر القطري جيلسون دالا صاحب ال 29 عام، أنجولي الجنسية ولاعب دولي في المنتخب الأنجولي. النادي الأهلي شايف إن جيلسون دالا هو البديل المناسب لوسام أبو علي. وجيلسون دالا شارك مع نادي الوكر هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف. ومن ضمن الأشياء المتعلقة باللاعب إن نادي الزمالك كان بيحاول يجيب اللاعب ده الموسم الماضي، لكن ما قدرش يخلص الصفقة بتاعت اللاعب وبقت الصفقة بالفشل. يا ترى النادي الأهلي هيقدر يخلص الصفقة دي؟ ويا ترى اللاعب ده هيكون بديل مناسب لوسام أبو علي؟ مع العلم ان قائمه النادي الاهلي فيها 5 لعيبه اجانب غير وسام ابو علي. وسام ابو علي لا يعتبر لاعب اجنبي، هو فلسطيني وعمل معامله المصريين، وبالتالي هيكون الاهلي مضطر يتخلى عن واحد من 5 لعيبه الاجانب الموجودين في القائمه بتاعته. وده كله متعلق بموضوع وسام ابو علي وجيلسون دالا. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك، وصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. دمت في امان الله وحفظه.